السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير وكل سنة وأنتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مبدئيا كده أنا جبت ملوخية، مش هطول عليكم كتير. جبت ملوخية، كنت عند والدتي وكده وبايتة واشتريت ملوخية ليها، فعجبتني صغنونة وجدورها حمرا وحلوة وفلاح، لسه جاية من الغيط يعني. بكام؟ بنتي هي كانت في السوق او بعتت بنتي ايه بالملوخيه، فالمهم اديت لبنتي ايه 20 جنيه، قلت لها روحي هاتي ملوخيه بيها، قولي لستك تجيب ملوخيه. المهم راحت وجت جابت لي الشكاره اللي كان فيها الملوخيه، يعني اخر حبه، وقالت لي خدي، ورجعت لي 10 جنيه. طبعا انا مش عارفه استفهم من البنت عشان هي صغيره، قلت لما ماما تيجي استفهم من ايه يا ماما ده، ما جبتليش بال20 جنيه كلها ليه ملوخيه؟ قالت لي كان اخر شويه عندها كيلو 2 كيلو الا ربع، يعني هي كانت بتبيع ب10 جنيه، وكانت بتبيع الكيلو ربع ب10 والكيلو ونص ب10. ماما واخدة الكيلو ونص ب10، بس آخر حبة بقى كانوا عندها 2 كيلو الا ربع، فاديتهم لها ايه ب10 جنيه. انا كنت طالبة اللي انا 3 كيلو اللي انا اخزنهم وكده، او 4 كيلو حسب اللي تجيبه يعني. ماليش غير اخر شوية دول. طبعا كنت جاية من عندها حرفيا، ساعدتها في تقطيف الملوخية اللي عندها بتاعت ماما، جيت اغسلها لها بس للاسف لقيت المية قطع فسيبتها الصراحة ومشيت يعني. وانا قلت يا قالت لي تعالى اساعدك في بتاعتي، قلت لها لا، اما اروح انا ايه اتسلى بقى في البيت. روحت بقى من عندها، غيت غسلت وعملت اكل وغسلت المواعين وقمت رحت على الملوخيه بقى، قطفتها وغسلتها، وللامانه ما خرطتهاش لاني كنت تعبت جدا. سبتها بقى تنشف طول الليل تحت المروحه، او ممكن من غير مروحه هي هتنشف على فكره عادي. يعني غسلتها كذا مره عشان هي طبعا كان فيها طينه، بس ما قدرتش خالص ان انا اخرطها. يعني انا خرج كده ده تاني يوم ما جبت الملوخية وانا بخرطها معاك. انا اخرط شوية، بنتي تلعب شوية، ما نفسي اخرط، تعالى اساعدك شوية. قال سايبة كل حاجة وعايزة تساعدني في تخريط الملوخية، هي نفسها تلعب وخلاص، حاجة جديدة وكده، فعايزة ايه تلعب. المهم قلت هنيم الملوخية كده الاول، وبعد كده ايه اسيبها تخرط شوية تتعلم يعني. طبعا الملوخية انا مش بعينها بالورق بتاعها واطلعها وهي متلجة في الفريزر واضربها في الكبة خالص. انا بعينها متخرط، عاوزة من كلمة انا، بعينها جاهزة على طول على الشوربة، اطلع الكيس اسقطه في قلب الشوربة على طول. انما انت لو طلعتي الملوخية وسبتيها تفك على المطبخ عندك، هتسودي معاكي، هتسود يعني. شوفي هي ورقتها خضرا ازاي، خليكي محتفظة بورقتها وبلونها وخضرها وشكلها الجميل. تمام. مش قادرة اقول لكم على ريحة الملوخية ايه، ريحتها تحفة بالامانة، ريحتها جبارة. المهم آه انا هعينها واكيسها معاكم. يعني تقريبا دول هيعملوا لي 3 اكياس كده، ايه وسط صغيرين يعني على قدنا يعني، محبش انا اعمل الاكياس كبيرة. هم عملوا لي 3 اكياس، ولو لقيت ملوخية حلوة تاني وصغنونة زي دي كده. انا عندي ملوخية ناشفة وكان عندي خضرة وخلصت، بحبها جدا، قلت ايه هجيب ملوخية تاني واعملها بنفس الطريقة. تمام. عشان دي كمية مش مناسبة، عملت 3 اكياس، عملت منهم واحد امبارح، اتبقى 2. انا عمالة اقول اعمل بامية ولا ملوخية، اعمل بامية ولا ملوخية. في الاخر انا كان عندي شوية شوربة. بصوا مش هحرق لكم حاجة، مش هحرق لكم حاجة، تخليكم معايا واحدة واحدة. بصوا اهي، يعني انا كده. بص بنتي جايباني وانا بخرط الملوخية ازاي، هوجد التليفون. ادعوا لي يا جماعه ان انا الستاند بتاعي يتصلح لحسن، مش عارفه اصور خالص يعني. الصور بتشوف او كل حاجه بس بتهتز، مش واضحه كده يعني. الستاند بيثبت الصوره وبيخليش الايد تتهز، الكاميرا تهتز، وبيكون جايب كل حاجه يعني واضحه. تقريبا كده، مش عارفه بلم الملوخيه ولا ايه، بس تقريبا لا. هديها يعني، هفضل اخرط فيها لحد ما اخليها ناعمه كده وحلو. ما بحبهاش الملوخيه خشنه. تمام. بخليها ناعمة، بلم وارجع اخلط تاني، الم من على الصينية وارجع اخلط تاني. شايفين بنتي بتعمل ايه، تحط ايديها على الكشاف. الفلاش بتشوفه شغال ولا لا.
المهم الملوخية دلوقتي رخيصة، اللي عايز يخزنها يا جماعة ملوخية خضرة وجميلة تقعد معاكي من السنة للسنة. جيبيها زي ما بقولك كده والله. اسمعوا مني كلام اختكم، بجد هضركم في حاجة، لو هضركم مش هقولكم عليها خالص. هاتوا الملوخية بعد ما تقطفوها اغسلوها كويس جدا، نشفوها، خرطوها. عايزة تخرطي عليها قرن شطة احمر في المخرطة كده اعملي، عايزة تخرطي قرن شطة اخضر وانتي بتعملي اعملي. طبعا ما كانش عندي للاسف اكياس، قلت دي اكياس بقى، كان اكياس بقى ايه، اللي اكياس توابل واللي اكياس فول واللي اكياس مش عارف ايه. فطبعا كانت عندي، قلت اعبي فيها وانا رايحه اشتري لها اكياس مخصوص يعني. ده الكيلو بقى غالي دلوقتي، تلاقيه معدي 50 جنيه، وفي السوق بيقولك ب100 جنيه. فقلت امشي نفسي باي اكياس من عندي، مش هنرميهم يعني خساره، وانا بقى عندي واروح اشتري، ده اسمه فتيره والله. تقريبا كده هعبيهم على 3 اكياس اهو. ده اول كيس، ده باين الكيس اللي انا هطبخه، ده كان اكبر كيس. دول بقى كيس صغننين كده رفيعين بتوع توابل. قلت اعبي فيهم مؤقتا لحد ما ايه جوزي يجيب لي كيس. طبعا انتوا هتشوفوها وانا بعبي اللي كيس المانجا. بصوا اهو كده، قلت اعمل شويه ملوخيه وانتوا معايا، واوريكم سر نجاح الملوخيه الخضراء، وهي ازاي هي ما تسقطش في قاع الحله وتفضل محتفظه بلونها. انا كان عندي شويه شوربه لحمه من امبارح، فقلت اعمل عليها شويه ملوخيه. تمام، سريعه وحلوه والعيال بيحبوها. طبعا انا لقيت الملوخيه الشوربه حبه صغننين، فزودت شويه شوربه من الكيس اللي انتوا شفتوه ده، اول فنجان. تمام. فلقيتهم الصراحه كده، انا كنت ناقصاها عشان قلت الكيس الملوخيه يطلع خفيف وكده، فلما لقيتها تقيله هحطهم كلهم زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، واحط عليها مكعب مرق يعزز طعمها ولونها، يخلي طعمها وريحتها كده حلوه. شايفين لونها اخضر ازاي وحلو. هنا عشان الاضاءه حلوه على البوتاجاز، تعالوا بقى اشيل الحله احطها على المطبخ، هتلاقي الايه الاضاءه غمقت شويه، بصوا تحس ان الملوخيه مرت شويه او خضرة قوي قوي يعني. للاسف انا ما جيت عشان اعمل توم اطشها بفصين توم كده حلوين، ما لقيتش عندي توم خالص للاسف. انا قلت هعمل التوم معاكم، بس الحقيقه انا عاوز من كلمه، انا لو هعمل الملوخيه لينا ما بعملهاش بالثوم خالص، لان الثوم بيتعبنا. هو مفيد وصحي وحلو، انا ممكن ادخله مثلا في السمك، لان لازم السمك يتعمل بتوم، انما كملوخيه ممكن اعملها كده عادي. تمام. بس بقى طعمها، انا قلت اعملها لكم وافضيها في الكاس وتشوفوا تقلها ولونها وطعمها دي بقى انا اللي اقول لكم عليها. بصوا طعمها بقى من غير التوم تحفه، بجد بجد. ما تنسوش اشتراكوا في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واعملوا شير عشان غيركم يستفيد، ولو في حاجة قولوا لي عليها في الكومنتات، واعملوا له اللايك يا جماعة. بحبكم في الله واستودعكم الله، ومع السلامة.